يا رب المصطفى بلغ مقاصد. قال عمر رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقل أي التمر الرديء ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. لاقى من المحن والشدائد أشقها، نشأ يتيما وأخرج من بلده وحوصر في الشعب 3 سنين، واختفى في غار ومات له 6 من الولد، وتبعه قومه في مهاجره وقاتلوه، ومكر به أهل النفاق، وسقي السم وعمل له السحر، وكان يقول: أخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد. ومع ما لاقاه من تلك المصائب وغيرها كان متفائلا في حياته ويقول: يعجبني الفأل والكلمة الحسنة. متفق عليه. أعرض عن الدنيا ورجى ما عند الله، فكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.